السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن انواع خوارزميات الترتيب. هناخد النهارده اول نوع معانا وهو البابل سورت. يعني ايه بابل سورت؟ بابل سورت ده خوارزمية بسيطة، فكرتها ان انا بمر على المصفوفة اكتر من مرة، وفي كل مرة بمر فيها على المصفوفة بقارن عنصرين جنب بعض. لو لقيت ان ترتيبهم غلط فببدلهم مع بعض. بفضل اكرر العملية دي اكتر من مرة لحد ما ما ارتب كل العناصر الموجودة عندي في المصفوفة. تعالوا ناخد مثال بسيط يوضح لنا الكلام اللي احنا بنقوله ده. احنا مثلا المصفوفة اسمها ايه؟ قلنا ان المصفوفة دي العناصر بتاعتها 5 3 2 4. دي اول مصفوفة عندنا. طيب، ابدا ان انا اخد اول عنصر واقارنه مع العنصر اللي بعده. لو لقيت ان اول عنصر اكبر من العنصر اللي بعده فانا ببدلهم مع بعض، فبالتالي هنا الخمسه اكبر من الثلاثه فهتبقى عندي بالشكل ده. المصفوفه هتبقى 3 5 2 4. بعد كده هاجي اقارن العنصر الثاني بالعنصر الثالث، فهنا هبص الخمسه اكبر من الاثنين، فعلا اكبر من الاثنين، فهبقى العنصر 3، بعد كده 2، بعد كده 5، بعد كده 4. بدلنا الخمسه مع الاثنين. هاجي اقارن اخر عنصرين ببعض. هل الخمسه اكبر من الاربعه؟ فعلا هي اكبر من الاربعه. فهعمل ايه؟ هاجي اقول له ان الايه بتساوي العنصر 3، بعد كده 2، بعد كده 4، بعد كده الخمسه. طيب انا بعد ما عملت اول باص كده، لما مريت على كل العناصر اللي عندي، دي اسمها باص. الباص يعني بمر على كل العناصر اللي عندي. فبعد ما عملت اول باص، ايه اللي انا اكتشفته من المصفوفه دي؟ اكتشفت ان انا عندي اخر عنصر ده هو اكبر عنصر في كل العناصر الموجوده عندي، فبالتالي انا مش هرجع له تاني. كده بعد ما خدت اول عنصر اللي هو الخمسه، اتاكدت ان هو اخر عنصر عندي وهو اكبر عنصر فعلا في المصفوفه، فمش هرجع له تاني. هبدا ان انا اعمل باص على باقي العناصر اللي عندي اللي هم الثلاثه والاثنين والاربعه، ودي هتبقى الباص الثانيه. طيب تعالوا نعمل الباص الثانيه. هنشوف هل فعلا التلاتة اكبر من الاتنين. هي اكبر من الاتنين، فهبدلهم مع بعض تبقى المصفوفة بالشكل ده: 2 3 4. بعد كده هقارن العنصر الثاني بالعنصر الثالث. هل العنصر الثاني اللي هو التلاتة اكبر من العنصر الثالث اللي هو 4؟ لا، هو مش اكبر منه، فبالتالي انا هسيبهم زي ما هم. وكده انا اتاكدت بعد تاني باص ان العنصر الاخير هنا هو اكبر عنصر. كده احنا طلعنا الخمسه بره المقارنه، بس هو معانا طبعا هنا الخمسه موجود، بس ايه، بره المقارنه معانا. فكده انا اتاكدت ان الاربعه اكبر عنصر في ايه، في الباص الثانيه. فكده المصفوفه بتاعتي خلاص، هطلع الاربعه بره، اتاكدت انها اكبر عنصر. دي تاني باص. يبقى في كل باص انا باخد عنصر من اللي عندي، وببقى خلاص عرفت ان العنصر ده في مكانه النهائي، مش هرجع له تاني. جينا عند اول باص اكتشفنا ان الخمسه هي اكبر عنصر، عند تاني باص اكتشفنا ان الاربعه هي اكبر عنصر. هنيجي نعمل الباص الثالثه، وايه، والباص بتساوي عدد العناصر ناقص واحد، اللي هو ان ناقص واحد. يعني هنا انا عندي اربع عناصر فهيبقى عندي ثلاثه باص. فهاجي هنا هعمل باص الثالثه. الايه بتساوي، هل فعلا العنصر الاول اكبر من الثاني؟ لا، فهسيبها زي ما هي، تبقى 2 3 4 5. وكده كل العناصر اللي عندي مترتبه، وكده دي الباص الثالثه، وكده انا رتبت المصفوفه بتاعتي. تعالوا بقى نبص على الالغوريزم اللي عندنا ونشوف نطبق عليه العمليات دي. هنيجي نتكلم عن اول خطوه في الالغوريزم اللي هي البابل سورت، الايه والان. الايه دي هي ايه؟ الايه دي هي اسم المصفوفه بتاعتي. اسم المصفوفه بتاعته، لو جيتوا هنا انا كنت متكلم وقايل ان اسم المصفوفه عندي هي الايه، وهاجي بيقول لي هنا ان الان دي هي عدد العناصر اللي جوه المصفوفه، اللي هم الخمسه والثلاثه والاثنين والاربعه. دي اول خطوه عندنا. عندنا البيجن دي يعني بدايه المصفوفه، ان انا خلاص المصفوفه اقصد بدايه الالغوريزم، اسف. فانا هبدا في الالغوريزم اهو. اول خطوه عندي بيقول لي ان الفور، اللي هي اول لوب عندنا او اللوب الخارجيه عموما، بيقول لي ان الكي بتساوي 1 2 ان ناقص 1 انكريمنت باي 1 دو. يعني ايه الكلام ده؟ دي معناها ان انا هعدي على المصفوفه كذا مره كذا مره، اللي هي قد ايه؟ اللي هي ان ناقص واحد بالظبط. وفي كل مره بسميها باص، وكل باص بيرتب عنصر واحد في مكانه النهائي. هنا مثلا لما عديت على المصفوفه كلها اول مره، اكتشفت ان اخر عنصر ده بقى في مكانه النهائي، لانه خلاص بقى اكبر عنصر عندنا. صح كده؟ واضح؟ فدي اول باص بالنسبه لنا. بعد كده نيجي على الخطوه الثانيه. كده احنا خلاص خلصنا الخطوه الاولانيه دي. هنيجي على الخطوه الثانيه. بيقول لي ان الفور، دي الفور الداخليه بقى، بيقول لي ان الجي بتساوي صفر تو الان ناقص الكي ناقص الواحد انكريمنت باي واحد دو. يعني ايه الكلام ده؟ هنا بقارن كل العنصرين جنب بعض وبشوف الاصغر وبحطه في الاول.
ببدا من اول الاندكس اللي هو بصفر، اللي هو اول عنصر عندنا، بقارنه بالعنصر اللي بعده وبشوف هل هو اكبر منه ولا لا، واشوف العنصر الصغير واجيبه في الاول. فهنيجي دلوقتي نتكلم على الشرط بتاع الاف. بيقول لي ان الايه للجي، طبعا قلنا ان الجي هنا بتساوي صفر، اللي هي اول عنصر عندنا اللي هو الاندكس بتاعه بيساوي صفر، اكبر من الجي زائد واحد اللي هو العنصر اللي بعده ولا لا. لو اكبر فعلا فهبدلهم او هعملهم سويب. طيب تعال نشوف هنا، عملنا هنا متغير اسمه التمب، حفظنا فيه الجي. ده متغير مؤقت عشان ابدا ان انا اعمل بيه العمليه بتاعتي. هشوف هنا الجي بتساوي الجي زائد الواحد، وهبدلهم مع بعض طالما هو اكبر فعلا منه. طالما الجي او العنصر الاول اكبر من العنصر الثاني، فانا هبدلهم مع بعض واحفظهم متغير اسمه تمب، ده متغير مؤقت. بعد كده بعمل اند اللي هي خلاص كده المصفوفه بتاعتي خلصت وبقت مترتبه. وكده يكون خلصنا اول نوع من انواع خوارزميات الترتيب عندنا، وهو البابل سورت. وان شاء الله هنكمل باقي العناصر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.